بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وعلى من سار على نهجه وعلى طريقته اقتفى. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الدين ديالنا كله توكل واستعانة وثقة بالله ويقين بوعده وحسن ظن بالله تعالى بعفوه ورحمته ومغفرته. حسن الظن بالله تعالى هو قوة اليقين بما وعد الله تعالى عباده من سعة كرمه ورحمته. حسن الظن بالله من أعمال القلوب. حسن الظن بالله هو أن يظن العبد بربه خيرا دائما في كل الظروف وكل الأحوال، في كل وقت وكل حين وكل حال. يظن بالله تعالى أنه سيرحمه ويعفو عنه ويغفر له، وأنه تعالى على كل شيء وبيده كل شيء، وأنه لا يخلف الميعاد، وأن وعده حق. والظن الحسن بالله كيظهر في حسن العمل، وكلما حسن ظن العبد بربه حسن عمله. والمؤمن يحسن الظن بربه إذا دعاه وإذا ناجاه، موقنا بقربه وأنه يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاه. ومن أعظم صور حسن الظن بالله تعالى أن المؤمن كينتظر الشفاء عند المرض، وكيتوقع النجاح عند الفشل، والفرج عند الكروب، ودفع المصائب إذا حلت به. كل واحد ظن بالله ظنا حسنا علم أن الأمر كله لله وآمن بقضائه وقدره. والله تعالى يعامل عباده على قدر ظنونهم به، والجزاء من جنس العمل، فمن ظن خيرا فله ذلك ومن ظن سواه فقد خسر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن بي خيرا فله وإن ظن شرا فله. الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في أشد الضيق يحسن الظن بربه. أخرج من مكة وهو في الطريق آوى إلى غار فلحقه الكفار، وإذا بهم حوله فيقول لصاحبه مثبتا إياه: لا تحزن إن الله معنا. قال أبو بكر الصديق: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. والله سبحانه وتعالى تواب، كيفرح بتوبة العباد، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ومن أسباب قبول التوبة حسن ظن صاحبها بربه. قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة والعطاء، من أحسن الظن به أعطاه سؤله. ينزل سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. فلنكثر من الدعاء في هذا الشهر الكريم وفي الثلث الأخير، خاصة في العشر الأواخر اللي فيها ليلة خير من 1000 شهر. وأحوج ما يكون العبد إلى حسن الظن بالله إذا اقترب أجله،
وودع دنياه وأقبل على ربه. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. حسن الظن بالله تعالى عنده آثار وثمار طيبة، منها طمأنينة القلب وسكينة النفس والإقبال على طاعة الله تعالى. حسن الظن بالله تعالى علامة على سلامة القلوب وطهارة النفوس، ولكن متى يكون إلا عن معرفة قدر الله ومدى مغفرته ورحمته وعفوه. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الدال على حسن ظنه بربه وثقته بوعده: اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وإذا كان العبد حسن الظن في الله فإن الله لا يخيبه أبدا، ويوم القيامة يقول من أحسن الظن بربه: هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية.